منو؟ أنا حسان عمي. حسان؟ على كيفك. هذا اليد السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون اخوي؟ تفضل حبيبي. اني عاصم من طرف ابو الطيب اللي خابرك على الشغل. بالضبط. اهلا اهلا. الله يخليك. اهلا وسهلا بيك. الله يخليك. انا فهمت ابو الطيب على شغلنا وشلون ماشي، بس هسه راح افهمك. وانا من ايدك هاي لايدك هاي. لا استغفر الله، بس بالاول قل لي انت تعرف السوق؟ اي شلون لعد؟ بعد باكر تجيني حتى نروح انا وياك واعلمك على شغلنا. ان شاء الله بحيل الله. اهلا وسهلا بك. في مال الله. الله وياك اخي. تفضل. يلا قوم. هاي ملابسك غير هذبها واسبح، وهاي ملابس يونس بركة تصير عليك. يلا قوم. عمي أنا كلش آسف، بس ما كان عندي مكان ثاني التجي له غير بيتك. وذول الأوباش خلوا سيارتي بالجراج مالتهم وقفلوها وخذوا المفاتيح خلوها يم محفوظ. المهم انت طلعت يا حسان، بس اهم شيء باكر لازم ندور على سيارة كبيرة يلا تكفينا. شغلنا هالايام راح يصير هواية. خادم عمي، أنا خادم من الموصل. يلا يلا. الله، خادم اني لاهل الموصل. أنا عندي هواية اقتراحات، ويا ريت لو تنطيني فرصة حتى أقدر أقولها وقت يمك يا بعد بكيفك. خنساء انتو وياها تبقون والباقيات انصراف. شنو اقتراحك بالله؟ احنا بحاجة إلى قسم خاص بالمعمل للمتعلمات حتى يتولون تدبير الأوراق والمعاملات وكل هذه الأمور، بالإضافة إلى تلبية حاجات أخرى تعرفيها جنابك وأني أيضا أعرفها. نعم أنا أتفق وياك بهذا الشيء. احنا فعلا بحاجة إلى إدارة نسائية، لكن القضية الثانية أنا اللي أتولى مهابها. لكن على العموم اقتراحك حبيته، ولهذا أريدك تتعاونين أنت وخنساء. أنا حاضرة وبخدمتكم مثل ما تعرفين جنابك اللي تؤمرين به واللي تريد الأخت خنساء. أنا حاضرة لخدمتكم. السلام عليكم. نعم جنابك. شوف لي الأمير نوفل. جنابك الأمير نوفل الليلة الماضية انطلق بموكب لتنفيذ المهمة اللي كلفته بيها. وانت ايش مدري كان مكلفه بمهمة؟ جنابك ماكو واحد بالولاية ما يعرف بهذا الشيء، وين راح وش وقت يرجع. والله خوش اخبار هاي. والله جنابك ما تقول لي شو وقت راح يرجع؟ اليوم الليلة يكونون هنا وياهم الغنائم. أول ما يجي خلي يجيني. حاضر جنابك. تفضل. تريد شي بعد؟ تفضل.
طال الله بعمرك وأبقاك خيمة على روسنا. اكو حد من جناب الامير محفوظ؟ لا جنابك، ماكو حد دخل عنده من الظهر. الحمد لله، الف الحمد لله والشكر. أمير نوفل، خير بيك شيء؟ والله ما ادري شو اقول لك. اذا السالفه طلع الصدق الله اللي يستر منها. شغلتني جنابك، خو ما صاير شيء. اجتنا المعلومات تقول انه اكو اشخاص دا يتعاونون ويا الجيش والحشد، وهذول الاشخاص يخططون لاغتيال. استغفر الله ربي، لساني ما ينطيني اقول لك منهم. المن يختالون؟ جناب الامير محفوظ؟ شنو؟ انت هم تعرف بهذا الشيء؟ معقوله؟ شنو من دوله هاي؟ ما بيها سر ابد؟ اميري انا لا سمعت ولا، بس جاي اسال. اسمعني زين، المعلومات اللي وصلتنا ان ذول الاشخاص دا يخططون لاغتيال الامير محفوظ، ومثل ما قلت لك احنا عرفنا 2، بس الثالث مالتهم لحد الان احنا ما عارفينه، بس يقولون انه هو دا يتردد على مكتب الامير محفوظ. اللي يريده من عندك تحذر وتفتح عينك زين. صاروا بعيوني يدوسون على جثي قبل لا يدخلون الجناب الامير محفوظ. ها، قبل لا انسى، هذا الموضوع بيني وبينك، ما اريد الامير محفوظ يعرف بي، بس انا وياك، لان انت تعرف جناب الامير محفوظ مشاغل الدوله واشياء هوايه براسه. ما اعرف، وانا كان قلت له بصراحه، بس المشكله وين؟ المشكله انه هو ما دا يسمعني، ما اعرف منو حارقني يمه. جنابك ما حد يتردد عليه غير بس ساعي البريد، وهذا فد واحد طيب وما له علاقه بالقيل والقال، ومع ذلك اطمئن، انا راح اكون موجود وما اقول اي شيء. ايش بيك؟ صار ساعة صيح عليك. دوزنت الآلة مالتك؟ نعم مايسترو. جيد، وانت؟ هي طبلة شو دوزنها؟ لك شول بيمول، يعني حميت الطبلة مالتك؟ حميتها، ومن قد ما حميتها قمت اطبخ عليها. كل زين، ثالثكم وين؟ اعتزل الفن، يقول ما يوكل خبز. غلط، الفن رسالة عظيمة. جاهزين؟ جاهزين. 1 2 3. معقول يسمعون صوتنا؟ ضموا الآلات، ضموا الآلات. يلا خليني اشوف منو بالباب. يلا ضموا الآلات. منو؟ أنا استاذي. منو؟ أني جابوا يزديات للسوق، جاي يبيعوهن. كارثة كارثة، أكثر من 50,000 بني آدم، اللي شرد واللي انسبى واللي انقتل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قاعد أنا ليش دا أخابرك؟ موجودة الفلوس عندي، بس أسبح وغير ملابسي حتى ألحق. الله أرحم الراحمين يابا، الله أرحم الراحمين. إن شاء الله الله وياك، الله وياك. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. يا إلهي يا رب العالمين. الو شلون الوضع يمك؟ ممتاز، كل الزين، يعني ماكو مقاومة ها؟ الحمد لله. طيب
روح انت ارتاح وباكر نتشاور. يلا يلا، بس اريد تقرير كامل عن اللي سويتوه حتى بلكي ارضى عنك والغي العمليه الانتحاريه. يلا مع السلامه. نعم جنابك. بلغ ابو عمرو يحضر السيارات لين طالعين باكر الغبشه. حاضر جنابك، بس ممكن نطلب طلب؟ ممكن اروح وياك لان ما اريد احد يعرف وين تروح وش وقت ترجع. انت سامع شيء؟ جنابك للاسف ماكو اسرار عندنا، اي شيء يصير هنا الكل يحكي بيه برا. يلا روح. حاضر جنابك. هسه شلون يا ربي اروح ابقى زين شلون اروح؟ يابا فوقها جماعتي بس سمعوا بالخبر شنيع. يلا شلون زين هسه انا شو اسوي ما تقولي شو اسوي؟ هاني طلع المدفونات وروح ويا اهلك وناسك ولا تجبن. زين واذا شافوني انا اليوم ما رايح الجامع شو اقول لهم؟ ما مداوم اليوم يلعبون بي طابه. راح اروح وش يصير خليه يصير. ما اروح وحدي. يابا والله اني خايفه عليك. خايفه عليه؟ منين خايفه؟ خاف اشوفك واحد اعرفه هناك ويقول هذا ايش عندك اليوميه جاي وشك بيك. وذا شك بيه شنو يعني؟ شنو يعني يابا؟ انت مو تعرف ذولا كلهم مجرمين يقدرون كل شيء يسوون. اشكرك ستي، حقك صغيره وتخافين علي، بس انا من اروح هناك حتى اذا شافني واحد عرف راح اقول له جاي دا اشتري جاريه. الحاله بعد ما يقدر يفك حلقه لان امه هالشكل يا بنتي. بالعكس احتمال يعتبر انسرت واحد من عندهم. ايه بس مو كل يومين جايب بنتين وثلاثه وراجع، انا متاكده انهم يشكون. اي كلامك صحيح، بس يا بنتي مو بنات هوايه طلعناهم من الموصل، والله يعلم اكو غيرهن بغير مكان، هذول منو الهم؟ ايه والله فاهمه اللي تريد تقوله والله، بس يجوز راح يراقبوك انت بالذات لانك مو شخص عادي، ويشوفوك راح تخلص هاي الناس مو تاخذهم جواري يابا. خليها يم رب العالمين، هو ارحم الراحمين. خلي اروح لان تاخرت. يا الله. أنا بحلم لو بعلم؟ عاش من سمع صوتك. شلونك أمير نوفل؟ انت طمنيني عنك، شلونك؟ الشغل شلون يمك؟ هنا كل شي تمام، والبنات ما مقصرين دا يشتغلون بكل طاقتهم. تحتاجين اكيد ايدي عامله. مثل ما تعرف أمير، كل ما زاد العدد كل ما زاد الإنتاج. لا تبشري، أنا محضر لك مجموعة زينة من البنات. وأنا هم محضرت لك مفاجأة كلش حلوة. خير نادية، أكو شي؟ أنا بحاجة إلى إحالة للطبيب. إلك لو لوحدة ثانية؟ إلي أني. يا الله خويا، بعد ما يحتاج اوصيك على البنات. الله يخليك. انا مثل خواتي، والله يلعن كل واحد يرد اعراض الناس. الله يحفظك، بارك الله بك. وانا منا اليومين بس اخلص شغلاتي اجي اخذ البنات واطلعهم برا الموسم. من ناحيتي بيت امان وما حد يقدر اصلا يوصل يمي. بارك الله بك. احنا اخوه وان شاء الله الله لا يفرقنا، والبنات اعرفن كل الزين، يعني يراد لهن اكل شرب شغلات ثانيه هوايه. فانا اللي دا اقول اذا تسمح لي اخلي يمك هذا المبلغ حتى خاف يحتاجن شيء ما تقصر وياهم. خلي فلوسك وياك، وانا من نحتاج اقول لك.
رحم الله والديك، الله يحفظك. أني شهرزاد هذا العصر، ومن اليوم راح أبدي قص حكايتي للأمير نوفل ابن ما أدري منه، وروح لأخيتي الغالية اللي جمرتها بعدها ما طفت بقلبي. إذا ما أخليك تمشي وتسولف ويا روحك أني ما أتسمى حنان. بحكي لي سمعت؟ ما سمعت أي شيء، كل اللي سمعته قلت لك إياه. دخلوا للقرية ومسحوها مسح، وقتلوا زلمها واحد واحد، وحتى نسواننا أخذوها سبايا. دان على أبوهم لابد. احكي بصوت ناس اللي يروحون يسمعوك. هو هذا خوفكم اللي خلاهم صباع. أستاذ هاني ترى احنا ناس لا حول ولا قوة. لك بابا، لك هذول ناس فارغين ودعدك، بس هم ما شلون صاروا صباع علينا. يعني هسه أنت ما تخاف؟ أنا أخاف، إيش صار تشتغل وياي؟ أنا فد يوم خفت؟ تفر يدك هيجي؟ تريد أثبت لك إنه أنا ما أخاف؟ هسه أطلع وأسحلهم وأنحل أبوهم لابد تنظيمهم. نادية راح أكتب لك علاج وتواظبين عني لمدة أسبوعين. إن شاء الله، شكرا جزيلا. ممكن سؤال؟ تفضلي. أنت أخذتي ست حنان؟ أني حنان نفسها مو أختها. مو أقول يعني مو معقول هذا الشبه بينك وبينها. هذا موضوع طويل، وإن شاء الله أسولف لك إياه بوقت آخر. المهم أني كلش محظوظة لأنه أني شفتك هنا، بس أني محتاجة منك موضوع كلش مهم بالنسبة لي وأريد مساعدتك. تأمريني أمر ست. ها حسان، ها بس فرحني وطمني، يعني هسه البنات بأمان؟ عم الرجال كلش خوش رجال، واحد يحكيها لله. وهذه الفلوس اللي زادت خلينا عندك دنيا تحتاجين. شو اسوي بين؟ ما احتاجن، عود اذا احتاج اقول لك. ابني انت تحتاجن اكثر من عندي، وراك روحه وجايه ومصاريف. من تطلع البنات ذني من الموصل اخر وحده تطلع، اذا زاد الفلوس رجع لي اياها. ما احتاجن. اقعد عمي، اقعد هسه خل افهمك. يابا ترى البنات مو كلهن اقدر اطلعهن من الموصل. اي راح نخلي قسم يم عوائل ثقه الى ان الله يفرجها. سهله ان شاء الله، بلكت اقدر اساعدك بهذا الشيء. مشكور عمي. محتاج شيء بعد؟ لا بس صدق انا بدي اسالك، انت شلون مدبر عمرك؟ يعني وين تنام مثلا؟ يعني يوم هنا يوم هناك، دابره عمي دابره. الله كريم وليدي، الله كريم. تفرج ان شاء الله، تفرج والله يمديك على قد نيتك. بس ورا ما تخلص هاي الشغلات تعوف كل شيء وترتب وضعك من جديد. ان شاء الله ان شاء الله عمي. ان شاء الله على بود قشمر، احكي لي الصدق. مو قشمرك، بس يا عمي انا اكو شغله امني عليها صديق او لازم اسوي لها. ولد امنك على شغله؟ شنو الشغله؟ من الولد؟ هذا الولد اللي كان وياي بالسجن. عود من اكمل سالفته اسولف لك اياها، ماشي؟ ماشي. في امان الله. في امان الله. اليوم راح نتكلم عن أهمية الجهاد. الجهاد ليس فقط بحمل السلاح، بل يمكن أن تجاهدن أنتن بجهاد. نعم نستطيع أن نجاهد من خلال تحصين أخواتي تقدرون تنصرفون نكمل المحاضرة بوقت ثاني. أماني نعم. تعالي ورايا. بعض الأحيان المصادفات الجميلة
تجعلنا نثق بخطواتنا، لأن من خلالها نبدأ خطواتنا الأولى. ما صار وياي اليوم هي باب يمكن رب العالمين دا ينطيني علامات حتى أستمر وما أستسلم بانتقامي من اللي خرب كل حياتي وحرق قلبي وقلب أمي. عاصم أخوي، أنا أشكرك لأنه أنت نبهتني بأنه الأشياء ما تنأخذ بالقوة. لما يكون الوضع منفلت لازم يحتاج لها تخطيط. جنابك منور المكان كله، ما تتخيل ايش قد فرحانة بيك مرة ثانية. أتمنى اللي صار بالماضي ما يطلع، لأن أنا يوصلني كل شيء. لساني ينقص إذا أنطق بحرف واحد، وأنا ما عندي شيء أضم عليكم جنابك، وأنا متأكدة أن أخبارنا كلها تهمك من باب الحرص أكيد. أنا حريص على كل شيء بالدولة، وأتمنى أنت تكونين حريصة أيضا بالفعل والكلام. ليش جنابك وصل لك شيء عني مو زين؟ لحد الآن لا، وأتمنى ما يوصل، وإحنا مقدرين خدمتك للدولة. شكرا جنابك، بس هذا أحسه كلش غالي. ما يغلى عليك. كل شيء جاهز. جنابك تفضل ويا خنساء توديك لغرفتك حتى ترتاح بيها، وهي راح تكون يمك يم الباب، وأنا هم هنا لخدمتك. شكرا مازن. تحتاجين شيء بعد؟ ما أريد غير سلامتك جنابك. يلا مع السلامة. نادية، أنا بحاجة خدماتك لهاي الليلة. حاضر أم مازن، تأمرين جنابك هاي الليلة وكل ليلة. عندنا ضيف كلش كبير، خنسان شغلت وياه، بس بنفس الوقت اجانا ضيف ثاني ما اريده يطلع منا مزعوج. بس أنا ما أقدر أم مازن، أنتي تعرفين. لا ما قصدك ليك، أريدك تحضرين واحدة من البنات الجدد، تلبسيها تكشخيها عطريها. الأمير نوفل جاي الليلة. تؤمرين أنتي والأمير نوفل. راح أسوي له ليلة ما ينساها طول حياته وينسى تعبه كله بيها. خلينا نشوف. تسمحي لي. عاصم يمه ويا من تحكي؟ ما دا احكي يا احد. عبالي تحكي ويا اختك حنان. انا لو بس اعرف هي وين كان ارتاحت. هاي المصادفة الثانية لهذا اليوم، يعني أمشي وأني مطمنة. كل الأشياء تخليني متأكدة أنه أكو قوة كبيرة هي اللي تجعل لي من حولي هالة كبيرة من الحماية الإلهية. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه.
الليلة بدأت ألف ليلة وليلة، وأتمنى ما تطول. المهم أني أرتاح شوية وبعدين نبدي خطوتنا الأولى والأخيرة. قصي منو سوى بيك هيك؟ قصي جابك لهنا؟ شلون عرفت اني موجودة هنا؟ قصي منو سوى بيك هيك؟ احكي قصي، انت ما شفت الجهال ما سألت عليهم؟ انت حبيبتي واني قدرك، وين ما تروحين اقدر اجيك. حنان عرفني نوفل، عرفني. الحمد لله. بسم الله، قل أعوذ برب الفلق. شبيش نادية؟ هذا أكيد كابوس. هات اشربوا مي. لا تخافين. شلون صرتي؟ الحمد لله الحمد لله. شبيش نادية؟ احكي لي. قصي مات. قصي؟ منو قصي؟ قصي أخويا قصي. يا اسم الله لا تقولين هيك، هذا أكيد كابوس. لا مو كابوس، هاي رسالة تحذير من رب العالمين. الحمد لله الحمد لله.
منو؟ حجية أنا نوفل. وش رايد؟ عاصم هنا؟ لا عاصم ما موجود. ايش رايد من عاصم؟ ما رايد منه شيء، بس أنا مكلف أنا أوصل له رسالة من الدولة. وش رايده من الدولة؟ اكو مستجدات بخصوص مقتل عادل وعائلته. احنا ما نريد نعرف شيء، سلمنا امرنا لله سبحانه وتعالى. ما تريدون تعرفون من اللي قتلهم؟ ما نريد نعرف. اكو رب عادل هو اللي ينتقم. حجية حنان وين؟ ايش رايد من حنان؟ ما رايد منها شيء، بس بخصوص زوجها قصي. ما اعرف فين حنان. اذا انت تعرف شيء انا اعرف شيء. ايش رايد بعد؟ ما رايد شيء حجية، بس اعرف انه انت مرة وحيدة وما تعرفين ابنك وين ما وين، وبنتك ما تعرفين بيها وين. اي شيء تحتاجين بس دزي خبر للامير نوفل وانا اكون بدقائق عندك. الله الغني. روح ابني روح، الله وياك. الله يستر.